مجتمع عمراني صحيح. أود أن أتوقف عند ملاحظة الزميل قبل الأخير الأستاذ محمد عبد الله علي، لأنه أزعجني جدا ما قاله في صورة سؤال: هل الحكومة لديها النية لحل المشكلة أم أن نيتها تقليل عدد المصريين؟ هذا كلام لا يجوز أن يقال ونمر عليه مرور الكرام، لأنه فيه اتهام مبطن للحكومة بأنها تتواطأ وتتآمر على الشعب المصري. وأنا أرجو إما أن يحذف هذا النص من مضبط المجلس أو إنه يكون لنا وقفة مع هذا الزميل، لأنه الكلام لا يمكن أن يقول. عفوا اقعد مكانك، اقعد مكانك. أنا بقول ليس لدى الحكومة أي نية لتقليل المصريين. أنا الذي أخاطب النواب. أنا أقول ليس لدى الحكومة أي نية لتقليل أعداد المصريين. الوزير أنا أخاطب النواب. كل إنسان يلزم مكانه. بقول أكمل الكلام. اجلسوا. هل تريدون سماع الرد على طلبات الإحاطة؟ انصت معالي الوزير حتى ينصت المجلس. طيب. أنا أقول إنه عديد من الزملاء اجلس مكانك يا أستاذ حسين. اجلس مكانك يا أستاذ حسين. اجلس مكانك. اجلس. حاضر. اقعد مكانك. اقعد مكانك. مين اللي معين ده؟ اقعد مكانك. اقعد مكانك. اقعد مكانك. اقعد مكانك. اقعد مكانك. بقول لك اقعد مكانك. السادة النواب، ليس من حق الوزير أن يعلق على كلام النواب. ليس من حق الوزير أن يعلق على كلام النواب. ليس من حق الوزير أن يعلق على كلام النواب. هادي خالص. قول لهم انك انت بتعتذر عن. اتفضل يا سيادة الوزير. لا ينفع. لا مش هعتذر. سيادة الوزير. عشان بس لا مش هعتذر. انا عايز اعرف ايه اللي انا اعتذر عنه. يا دكتور جودة. يا دكتور جودة. السيد الوزير يترك المنبر ويجلس مكان الوزراء. النواب في أماكنهم. السادة النواب المحترمون في أماكنهم. السيد الوزير يجلس مكان الوزراء. السيد الوزير يجلس مكان الوزراء. السادة النواب المحترمين اجلسوا أماكنكم.